السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بيتي فور كده، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حاجة يعني فاخر من الاخر. ناعم وهش وناجح جدا جدا، ما اقولكمش يعني. انا حتى من جماله مرضتش اعمله الزقه بقى، لا احط له مربى ولا شوكولاته، ولا هو حلو، هو كان يعني مزوق نفسه. المقدار ده نص كيلو. انا اول مره اعمل نص كيلو، دايما اعمل كيلو، فعملت نص كيلو بس. نحط لايك ونبدأ المقادير بإذن الله. 400 جرام زبدة، 400 جرام زبدة أو سمنة ساقعة، 400 جرام. 200 جرام سكر. كده تمام. 400 جرام بالميزان، 400 جرام زبدة أو سمنة، 200 جرام سكر. أنا هاخد 2.5 صفار. هاخد 2 صفار وهقسم الصفار التاني نصين. صفار ما تاخديش البياض عشان يبقى ناعم كده وحلو، وعليه الفانيليا بتاعته. ومعايا كاكاو ونص كيلو دقيق. بس مفيش أسهل من كده بقى اهو. الزبدة لو هنستخدم زبدة يبقى يا إما زبدة فرن، يا إما زبدة نيوزيلندي. غير كده لأ، مينفعش. ولا حتى الزبدة البلدي تنفع عشان فيها نسبة مية كتيرة. هفتتها بس عشان هي كانت جامدة قوي، هفتتها عشان المضرب ما يجرالوش حاجة، وبعدين هضربهم بالمضرب. ممكن تعمليها بإيدك، تقعدي تدعكي شوية كده فيها كتير بإيدك عادي يعني. كنا زمان بنعمل بإيدينا. هضربها الأول شوية بالمضرب، السمنة مع السكر أو الزبدة مع السكر، أنا قلت أهو سمنة أو زبدة. نضربها شويه وبعدين نحط لها البيض. لما نحط البيض ما نضربش كتير. ده كده اتنين صفار اهو، هحط كمان نص صفار. هي ممكن تحطي 3 صفار، بس انا عايزه اعملها مظبوطه قوي عشان طلعت بسم الله ما شاء الله يعني، ولا احسن حلواني يعمل يعني، مفيش بعد كده بقى. اهو نص الصفار موجود، قسمته بالمعلقه. وعليهم كيسين فانيليا. لو الفانيليا سايبه حطي يعني ربع معلقه صغيره فانيليا، او 4 نقط لو هي سايله. هضربها بقى ضربة خفيفة كده مش كتير، عشان قدام حطيت البيض ما تضربيش كتير عشان ما يفصلش، عشان ممكن لو زبدة هتفصل، لو سمنة مش هتفصل. هقول المقدار تاني: 400 جرام زبدة أو سمنة، 200 جرام سكر، 2 صفار ونص، كيسين فانيليا، على نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق بقى قبل ما احطه هشيل منه معلقتين لما اشوف الكاكاو اللي هحطه، عشان انا احط كاكاو عشان ما تبقاش ناشفه. وفي نفس الوقت في دقيق بيفرق. نوع الدقيق اي نوع انت ضمناه، مش نوع معين. لما تيجي تشتري الدقيق قول انا عايزه دقيق بتاع بيتي فور وبسكوت وكده يعني. ركنت معلقتين على جنب. وبرده الدقيق اللي هحطه يعني هخلي برده معلقه كمان كده، عشان انا هاخد حته قبل ما احط الكاكاو. هلمهم بقى بصوابعي. اعملهم بصوابعي كده، وبروح ايدينا اروح لمهم بايدي، ما فيهمش عجن ولا حاجه. الطريقه دي ناجحه جدا جدا جدا. انتوا كده دلوقتي شايفينها طريه. معلش انا مش هزود دقيق، لا. حطيت الحبه بس اللي كانوا هنا، انما المعلقتين التانيين دول مش هزودهم دلوقتي. خدت حته اللي هي هخليها بيضه، دي اللي هزودها حبه دقيق صغيره. وهنا هحط بقى بدال الدقيق اللي انا خدت المعلقتين دول، هحط معلقه كاكاو. وهنا حطيت معلقه دقيق، بس فضلت معايا معلقه ممكن احتاجها. نلمها كده، ما نعجنش، نلمها. هو انا عندي بيحبوا اللي هي بالكاكاو اكتر، فخليت حته بيضه صغننه بس كده. شوفوا الملمس بتاعها في منتهى الجمال، ينزل معاكي من المكنه وينزل من القمع الاتنين. دي كانت طريه قوي، هحط معلقه الدقيق التانية دي. يعني هو كله نص كيلو دقيق، ما حطيتش، ما زودتش منه، بس انا كنت راكنه معلقتين بس. هلم بيهم الدقيق وخلاص على كده. انا قطعتهم بقمع. شفت بقى التقطيع حلوه ازاي؟ هسويهم على درجه حراره 160 في الرف اللي في النص. ما بنولعش الشوايه.
ما بياخدش تقريبا 10 دقايق، زي تسوية البيتي فور كده، ما ياخدش لون. يعني اللون اللي تحت حاجة بسيطة جدا جدا، هو بياخد له بتاع 10 دقايق على درجة حرارة 160، مش أعلى من كده. ولما تحطوهم يبقى الفرن تبقى مولعه قبلها ايه بدقيقتين بس كده، يبقى يا دوب الفرن دافي. شوفوا احنا كده طلعناهم، حد خد باله انه كده مستوي ولا زاد ولا اي حاجه؟ هي البيتي فورايه زي ما هي، ومن تحت اهي ومن فوق اهي. المقدار مظبوط جدا، بسم الله ما شاء الله، وممتاز. نقول بقى مثلا ايه، لا قدر الله بصيتي لقيتي واحده زادت، يعني انت اللي هي يعني مش متمكنه فيه يعني، او ما عملتوش قبل كده وخايفه منه، سوي واحده بس. حسيت ان هي فرشت قوي، فروحي مزوده يعني ما بين نص معلقه دقيق لمعلقه دقيق، مش اكتر من كده. ما زادتش ومظبوطه، خلاص اشتغلي. شوفوا الشكل، الشكل زي ما هو، ما زادش ولا اي حاجه خالص. ان زادت بتبقى ايه، حاجه بسيطه قوي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني انا الجمال ده ازوقه بقى واحط له شوكولاته واضيع لي الشكل ده؟ لا، انا مش عايزه اضيع الشكل ده، انا ما رضيتش اعمل فيه اي حاجه، وكان هو زي ما هو كده، شكله يجنن وطعمه روعه روعه. وباذن الله كده حطوا لي لايك، واللي يعمل الطريقه بتاعت البيتي فور دي يدعي لي، وتحطوا لي لايك كده محترم. بصوا يعني بعملها بصوابعي كده يعني حاجه كده ايه، بسم الله ما شاء الله. اللي حابب بقى تحطي له مربى، يبقى مربى مشمش، وتروحي عاملاه بجوز الهند. بلاش الشوكولاته الفرماسي دي، مش حلوه، يا اما شوكولاته مبشوره. بحطه انا بقى في علبه، وعلبه يعني ايه مقفوله، ما تحطوش في علبه كرتون، لا علبه بلاستيك عشان تتقفل. يا اما بقى هتحطي في علبه اللي هي الورق دي، حطي كيس تحت وكيس فوق واقفليه كويس. يعني انت وانت بتشيلي واحده كده بتسمي عليها اسم الله عليكي اسم الله عليكي بتفتول وتدوب منك. دول حبه كده عملتهم ايه، تشكيله ما بين الابيض واللي هو بكاكاو، بيبقى شكلهم حلو قوي برضو. ودول اللي هم الابيض برضو ما شاء الله عليهم. اللي عايز يزوق بقى زواي الابيض، لو تحبي تحطي فيهم شوكولاته كده. باذن الله الطريقه ناجحه وهتعجبكم جدا لما تعملوها. وهتحسوا ان انتوا يعني ايه، مفيش حد هيجي ياكل واحده من عندكم وهيصدق ان انت عاملاها. بسم الله ما شاء الله، الشكل حلو جدا. يا ريت اللي وصل معايا لحد كده وعجبه الفيديو يا ريت يحط لي لايك. شوفوا بقى، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا حطيت اللي هو ده لوحده وده لوحده، يعني ايه، عشان اقفل العلبه اما نيجي نعوز نخلص مثلا علبه نفتح العلبه التانية، عشان ما نقعدش نفتح، ما بحبش انا نفتح ونقفل كده، عشان تفضل مظبوطه بشكلها كده. دول نص كيلو، هتعملي كيلو ضعف الكميه. انا قاعده يعني بتفرج اكني عماله ما شاء الله، مش زي ما يكون حد غيري اللي عامل. الف شكر ليكم يا جماعه على اللايك اللي حطيتوه. السلام عليكم.